المياه الطبيعية المحتوية على أملاح معدنية أحد مصادر التداوي التي يلجأ إليها بعض المرضى. شلالات معين في الأردن تحتوي على هذا النوع من المياه والذي يستقطب الآلاف من الزوار كل عام سواء للسياحة أو للعلاج. صفاء كرمان تطلعنا على المزيد. لا تنطق المياه هنا بمعجزة خروجها من شقوق الصخور وحسب، بل وبتمتعها بخواص طبيعية أهلتها لتكون في قائمة أكثر المناطق جذبا للزائرين في الأردن. هي شلالات معين جنوب البلاد التي تتميز بمياهها الساخنة ونسبة ملوحتها التي تصل إلى 18%. معين منطقة فريدة من نوعها، مش موجودة في المنطقة أو ممكن أقول في العالم، وفيها طبعا المياه المعدنية اللي مش موجودة في العالم. منطقة جميلة جدا تمتاز بجغرافيتها، وبنفس الوقت في شو بتقدر تعطي للضيف اللي بيوصل عليها. متعددة عطاءات هذه المياه، فهي وجهة لآلاف السائحين والزائرين الباحثين عن المتعة كل عام ولأصحاب الحاجة أيضا. عندي مرض الجسم بظهري شوية، كنت تعبان، فلما أجي هنا أتعالج شوية أكون أحسن وأصح أكثر شوية. الاعتقاد بالفوائد الصحية التي تحتويها مياه شلالات معين توارثها الأردنيون منذ القدم، دون أن يعرف ربما ماهية ما تحتويه من مواد تجعل منها قبلة لتلقي العلاج، لكن الآن صار بالإمكان التعرف على مفردات خصائص هذه المياه. المياه المعدنية لها فوائد عديدة، بنبلش بأنه بالأملاح المعدنية الموجودة في المياه زي الحديد، زي الكبريت، زي البوتاس، المغنيسيوم، اللي هي بتساعد أنه زيادة الدورة الدموية بالجسم، تخفيف آلام المفاصل والعضلات، خاصة الناس اللي عندهم آلام مزمنة من نتيجة الروماتيزم أو الأمراض، أي تحسس للجلد كمان من أكزيما صدفية بيساعد أنه يعالجها. فوائد جمة تتدفق معها حقيقة أنه ليس بالماء توجد الحياة فقط، بل والحياة في ظل عافية.